رمسيس الثاني، الاسم الذي يسكن التاريخ كواحد من أعظم حكام مصر القديمة. حكم مصر لأكثر من 66 عاماً، وتحت ظله ازدهرت الإمبراطورية المصرية لتصل إلى ذروة قوتها وازدهارها. منذ وصوله إلى العرش عام 1279 قبل الميلاد، أعلن رمسيس الثاني بداية عصر المجد. قاد جيوشه في معركة قادش الشهيرة ضد الحيثيين، حيث أظهر شجاعة ودهاء عسكريا غير مسبوق. ورغم أن المعركة انتهت دون نصر حاسم، فإنها مهدت الطريق لأول معاهدة سلام مكتوبة عرفها التاريخ. صور رمسيس الثاني عظمته في كل زاوية من مصر. بنى معابد ضخمة مثل معبد أبو سمبل والرامسيوم التي تشهد على عبقريته المعمارية. لكن رمسيس الثالث ليفياك والك المعابد والحوب مزميلك الإسرائيل ازدهار. عرفت مصر في أرض تالتت إنعام ومعين في موستن. عندما تنظر إلى التماثيل والمآثر التي تركها رمسيس الثاني، تدرك أنه لم يكن يسعى فقط للخلود في عصره، بل أراد أن يظل أثره حياً في الأجيال القادمة. وها نحن اليوم نتحدث عنه كرمز من رموز القيادة والحكمة. رمسيس الثاني رجل لم يكتفي بحفر اسمه على الأعمدة والأحجار، بل نقش أيضاً في الذاكرة الأبدية للتاريخ.